جماعة، في ممثلة مصرية مشهورة جدا عملت اوردر من عندنا. مش انا، مش انا والله. اول مرة في حياتي اكون متوترة كده وانا بجهز اوردر، بس قلت لا مش هعمله لوحدي وهاخدكم معايا فيه واحكي لكم ايه اللي حصل. ده سمول بيزنس، وبنت جميلة صغننة شغالة من بيتها، فعايزة اقول لها مبدئيا مبروك على البروجكت بتاعك، وبرافو ان انتي شغالة. وفي نفس الوقت انا قلت ابقى الممثلة التانية اللي ادعمها اونلاين، واطلع الانستجرام بيج او البيج بتاعتها عندي علشان خاطر لو حد عايز يشتري منها. في الاول هي شافت الريل بتاع تيتا سوزي وعجبها، عملتني لايك ودخلت سألتني على سعر كذا شوز وشنطة. ونسيت اقول لك ان البرودكتس بتاعتك حلوه قوي، وبجد البيج شكلها حلو، وطريقه الماركتنج بتاعتك مختلفه. وقالت لي انها حابة طريقة التسويق بتاعتي وبتحب تشجع البيزنس الصغيرة، فهتعمل اوردر لنفسها، واصرت ان هي تدفع المبلغ كامل على انستا باي. كومنتات الناس دلوقتي، الفنانين عندهم انستا باي زينا، انا عارفه والله العظيم دي الكومنتات اللي بتتكتب. من قبل ما تستلم. انا اشكرها جدا، هي رفضت طبعا ان انا اقول اسمها، وانا ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده. انت بتقولي ان هي رفضت تقول اسمها، وانت كتبتي اسمها في الكارت قدامنا. تعالوا كده نرجع الحته دي لورا عشان نعرف مين الممثله. اشكرها جدا، هي رفضت طبعا ان انا اقول اسمها، وانا اشكرها جدا، هي رفضت طبعا ان انا اقول اسمها، وانا اشكرها جدا، هي رفضت طبعا ان انا اقول اسمها، وانا اشكرها جدا، هي رفضت طبعا ان انا اقول اسمها، وانا دخلت على الكومنتس لقيت ناس قريتها زيي في الاول نورة، انا قريتها نورة، وبعدين لما قعدت اقرا الكومنتات الناس قالت لا نونة. تمام. وبعدين لقيتها هي البنوتة عاملة كومنت لحد قالت له هي دلعها نونة، فهي اصلا البنوتة حيرتنا اكتر، لان نونة كان دلع حنان ترك، يعني كان دايما بنقول على حنان نونة، الناس كلها كانت بتقول لها يا نونة. و at the same time نيلي كريم اسمها نونة، يعني بيقولوا لها يا نونة ساعات، وعندها ميل نونة @blabla.com. ف تفتكروا مين؟ تفتكروا انها حد تالت اصلا؟ هو الاوردر ده ستايل امينة خليل قوي. وانا لازم احترم ده، والفضل في الاول وفي الاخر لربنا ثم ليكم، بسبب تفاعلكم مع الريلز بتاعتنا والسبورت اللي بتعملوه لينا وصلها للدنيا كلها. اشطفوا ان الممثلين طيبين اهو، ما تقعدوش تكتبوا كومنتات بايخه زي الناس البايخه اللي بتكتب كومنتات بايخه. يا بايخ منك له، انا مش هقول اكتر من كده. تمام. وسواء بقى نيلي او حنان او حد تالت رابع تفتكروا هي ما رضتش تقول اسمها الممثله اللي طلبت الاوردر ليه؟ عشان هي مش عايزه تظهر او حد يعرف انها يعني بتسبورت سمول بيزنس، ولا عشان محدش يعرف ان هي بتلبس فيرست كوبي؟